البداية الظاهر بيبرس والسلطان سيف الدين قطز كانوا من أبرز القادة العسكريين في التاريخ الإسلامي، تحديدا فترة المماليك. وطبعا كلنا عارفين إن هم حاربوا المغول. الكلام ده كان في القرن ال13 الميلادي. الظاهر بيبرس بقى يا أبو حميد اسمه الحقيقي ركن الدين بيبرس، واتولد سنة 1223 ومات سنة 1277. وكان قائد كبير قوي في جيش المماليك، وكان ذكي جدا، وطبعا كان ليه أعمال كتير وشارك في معركة عين جالوت. طيب انت تعرف الظاهر بيبرس اتلقب بالظاهر ديت ليه؟ بص يا ابو حميد، بيبرس ده كان متشائم جدا وبيؤمن بالحسد والعين. ولما مسك السلطة في مصر كان مسمي نفسه القاهر بيبرس، بس وزيره قال له بلاش قاهر. فبيبرس قال له ليه؟ قال له عشان مفيش حد اتلقب بالقاهر ديت وفلح. فبيبرس خاف على نفسه وغير اسمه وسمى نفسه الظاهر بيبرس. طيب انت عارف هو قتل قطز ليه؟ عشان بعد معركة عين جالوت قطز ومعاه المماليك جريوا ورا المغول وقعدوا يحرروا المدن اللي المغول خدوها. فقطز بعت بيبرس على حلب ووعده انه بعد ما يحررها هيحكمها. فبيبرس عمل كده، واتفاجئ بعدها ان قطز عين عليه علاء الدين ابن صاحب الموصل. فاتغاظ ساعتها بيبرس وقرر يقتله. طيب يا ابو حميد، هو بيبرس وقطز دول صحاب من اساسه؟ لا خالص والله، ده كان ما بينهم مصانع الحداد. بص كده انا هحكي لك قصة صغيرة. شجرة الدر بعد ما نجم الدين ايوب مات بعد حملة لويس التاسع على مصر اضطرت تتجوز عز الدين ايبك عشان الخليفة العباسي في بغداد ما كانش عايز ست تحكم مصر. وكان في الوقت ده فارس الدين أقطاي كان نجمه بيعلى وبيقوى قوي، فخاف منه أيبك واتفق مع قطز انهم يقتلوه. وفعلا قتلوه ورموا راسه على المماليك من فوق القلعة، ووقتها هربت المماليك. وكان بينهم بيبرس اللي هرب لدمشق واتحالف مع الناصر يوسف ملك الأيوبيين في الشام، وساعتها أعلنوا الحرب على قطز. يعني كده يا أبو حميد فعلا قطز حارب بيبرس، ساعتها قطز هو اللي كسب الحرب. بيبرس هنا يسكت بقى؟ مسكتش والله. لما عز الدين أيبك مات وابنه نور الدين مسك الحكم، كان طفل صغير ساعتها ومش في دماغه أي حاجة، وكان ساعتها قطز هو الحاكم الفعلي لمصر. ولما الخليفة العباسي المعتصم في بغداد حس إن المغول قربوا يوصلوا خلاص، قام مصالح الناصر يوسف على قطز. بيبرس هنا يا معلم ما تكيفش من المصالحة ديت، هرب ساعتها برضك وكون جيش وحارب قطز، وفي الحرب ديت برضك خسر. طيب يا ابو حميد، هما بقوا في الحكم مع بعض ازاي؟ لما المغول دخلوا بغداد وزير الناصر يوسف كان عمال بيطبل لهم ويبعت لهم في هدايا، وكان بيبرس بينصحه ان هو يعمل جيش عشان يحاربهم، وكان في ناس بتنصحه برضه ان هو يجيب ورا ويستسلم ويبقى موالي ليهم. بيبرس ساعتها حاول هو ورجالته اللي هم يقتلوه، بس هو هرب وراح القلعة بتاعت دمشق. في الاخر بقى لما بيبرس زهق قام باعت لقطز وهو حاكم مصر ساعتها عشان يرجع مصر تاني بدل الوكسة اللي هو كان عايش فيها. وساعتها بقى قطز وافق اللي هم يرجعوا. اما بقى الناصر يوسف لما المغول راحوا سوريا قام هربان وجاي على مصر، ومحدش رضى يدخله مصر وفضل قاعد على الحدود. ولما جت طلائع المغول قبضوا عليه وودوه لهولاكو. طيب انت عارف يا ابو حميد بيبرس قتل قطز ازاي؟ وهم راجعين من عين جالوت قعدوا بالجيش بتاعهم كده قرب الصالحية وخيموا هناك، وساب قطز الجيش هناك كده وخد بيبرس وبعض الأمراء عشان يتمشى في الصحراء بيريحوا برضك وبياخدوا نفسهم. وطبعا ساعتها بيبرس كان متفق مع الأمراء دول على قتل قطز، فقرب منه بيبرس وطلب ايده عشان يبوسها. فلما قطز مديله ايده قام قافش في ايده وقام شاددها موقعه على الارض، وكلهم رافعين السيوف وقاموا ضاربينه مموتينه. طيب انت عارف يا ابو حميد بيبرس مسك الحكم ازاي؟ بعد لما قتلوا قطز سابوه هناك ورجعوا على المخيم وهم رافعين السيوف بتاعتهم وعليها دم قطز، ودخلوا على الجيش عادي كده. الامراء ساعتها سألوهم في ايه؟ قالوا لهم مفيش، قتلنا قطز عادي، يعني فيها ايه يعني لما نقتله؟ فقالوا لهم مفيش مشكلة. طيب هنختار مين يبقى السلطان؟ فاللي كانوا قاعدين في المخيم سألوهم مين أول واحد ضربه بالسيف؟ قالوا لهم بيبرس. قال لك خلاص يبقى هو الملك. صباح الفل يا رجالة. يعني بيقول لك بيبرس لما اتخطف وهو صغير من بلاده اللي هي وراء النهر ناحية روسيا كده، اللي هي قرغستان دلوقتي، أسمر وطويل وكان فيه مية بيضة في عينيه، فما كانش حد راضي يشتريه.
كل ما يتباع لحد يقعد معاه شوية ويرجعه تاني. يعني الملك المنصور اشتراه وبعد كده ما عجبوش فرجعه. فضل كده على طول لغاية ما خده الصالح أيوب وجابه مصر. فاللي هو شاف كتير قوي في حياته. طيب انت عارف بيبرس مات ازاي؟ بص يا ابو حميد، بيبرس ده كان متشائم جدا، خاف من الحسد وكده. انا قايل لك كده في اول الفيديو. فكان بيجيب المنجمين عشان يشوفوا له الطالع. منجم منهم قال له انت هتموت السنه دي مسموم. تصدق هو مات فعلا في دمشق مسموم؟ وتصدق برضك هو اللي حط السم لنفسه؟ كان عايز يقتل بهاء الدين ابن الملك المعظم. الكلام ده بعد ما خلصوا الحرب على المغول، حطوله السم وهو اللي شربه ومات الظاهر بيبرس. وكده تبقى خلصت الحلقة بتاعت النهاردة.